بثلاث أربع أيام نزلت فيديو وحكيت عن موضوع بيت أريبيا، وحكيت عن المظلومية اللي عم يتعرضوا عليها الشباب الموقوفين لسببين. هلا أنا عملت هذا الفيديو لأنه طلعوا لي ناس على الكومنتات يهاجموني ويقولوا إنه أنا عم بحكي شيء غلط. أول سبب إنه أنا عندي شابين من الموقوفين بيخصوني شخصيا، واحد منهم كان كتفي وظهري بالثورة، وأنا بعتبر إنه كل اللبنانيين بيخصوني شخصيا. السبب الثاني هو إنه أنا بعرف الملف مزبوط، وأنا ما بحكي شيء إلا لما أكون متأكد منه ومخلص كل شيء، مخلص دفوري بحكي اللي لازم ينحكى، ولا مرة لأنه أنا هيدا رأيي، لا، أنا بحكي شيء متأكد منه. بهيدا الفيديو رح شارككم اللي بعرفه أنا عن موضوع بيت أريبيا وليش أنا عم دافع عن الشباب. استدعوا الشباب الايجنتس، ومن بيناتهم مدير كازينو لبنان رولان خوري، العوني رولان خوري. انا عادة كنت هاجم العونية، كان عهدهم، هلا العونية رجعوا حبايبي مثل كل اللبنانيين، مش العونية كأرضية، العونية كمسؤولين. هلا ما عندي مشكلة معهم لأنه رجعوا على عامة الشعب. استدعوا كلهم هول الناس اللي هلا موقوفين بناء على أخبار. اجى الأخبار من مين؟ من شخص شريك بعدة سايتات من السوق السوداء. بيستدعون على التحقيق وبيتوقفوا فورا بناء على افادتهم وبناء على الاخبار، قبل ما يصير في تحقيقات وخبراء دغري فورا بيتوقفوا. هذا التوقيف اسمه توقيف احتياطي. يعني مثلا بيوقفوا مجرم قبل ما يبلش يعمل جريمه ثانيه، بيوقفوه فورا، او قبل ما يهرب تاجر مخدرات كبير بيوقفوه توقيف احتياطي، مشان لانه هذا حكمه 6 سنين، فبيوقفوه قبل ما يشوف يتخبى وهو يعني مسلحين. بس على شو هيدا التوقيف الاحتياطي؟ لا 15 20 ما بعرف كم شخص، المواد اللي شاكين فيهم اشياء ماليه، تهريب اموال، تلاعب بالحسابات. ليه ما تصرفتوا معهم مثل ما عادة القانون بيتصرف؟ يا خيي رياض سلامه المتهم باكبر ملف مالي بتاريخ الدوله اللبنانيه، عملتوا له منع سفر، طلبتوا على التحقيق ورجعتوا وقفتوا. ليش ما عملتوا منع سفر للشباب؟ رجعتوا حققتوا معهم ورجعتوا قررتوا اذا توقفوا ولا لا. انه الارقام اللي عم تحكوا فيها اكبر من الارقام اللي عم تحكوا فيها مع رياض سلامه. اما اخطر من التهم اللي توجهت لرياض سلامه، ما بعرف رياض، انا مش انا شغلتي اقرر اذا هو بريء ولا لا، بس التهم الموجهه اليه هيوج، صرت كل شيء بالبلد موجهين عليه. عملتوا له منع سفر. ليه هول وقفتوهم دغري؟ مش نسيتوا شيء اسمه منع سفر؟ انخزقت الورقه بكتاب القانون تبعكم هيدي؟ جاز غريوس امريكاني، اهي شغله كان بيقدر يعمل جاز غريوس، يقول لهم انا امريكاني، سامعين هيدي، معي باسبور امريكاني، معي بطاقه معي، مش سامعينها كثير؟ وانا سمعها ما صح باسبور امريكاني، حمل حاله نزل على التحقيق، بعتت انا ويش براءته فيعمل هيك. رولان خوري كان براءة البلد لما طلبوه، دور واجا، كان في ضل برا يبقى مشغول، دور واجا. برايي انا دور واجا مشان بده يبرهن انه هو ما في عليه شيء ويثق من حاله. استدعيته 15 20 شخص وقفتون اشي لفه كلهم سوا. اما ذكرتوني بالراي الاحمر تبع المخابرات السوريه، قالوا جيب لي شي 15 20 شاب. من بعد ما وقفتوهم بعثتوا خبيرين على مكاتب بيت أريبيا، قعدوا 3 جماع يحضروا ويحققوا تيطلعوا تقرير، واليكم التقرير الذي اصدروه الخبراء الماليين اللي انتم بعتوهم يا قضاء. بالنسبه لملف لوج ريبورت سلمناه من شركه تي جي لاب، تبين انه لا امكانيه من الدخول اليه من شركه او اس اس او من كازينو لبنان. يعني ما بيقدروا يفوتوا عليه، بس فيها تفوت عليه بل فقط من شركه تي جي لاب المالكه للتطبيق، الشركه اللي عندها الابلكيشن هي بس فيها تفوت. يعني ما بيقدروا يفوتوا يتلاعبوا. هيك عم بيقول الخبير اللي انتم بعتوه. يعني ايه بقى عمي؟ كما يصدر الملف لا يمكن تلاعب بالقيود والحسابات وبالربح والخساره بالبلد، ما في نعمل شيء. بتبين بعد ما حققوا 3 جماع بند رقم 6 لم يتبين لنا ان شركه او اس اس قد خالفت العقد او مضمون التفويض الموقع على من كازينو لبنان. هيدا مين؟ الخبير اللي بعتوه انتو. اجوا الخبراء اللي بعتوهم انتو اعطوكم التقرير، الشباب موقفين انتو احتياطي. ما خلص الوقت الاحتياطي عندكم؟ ما تبين لكم انه حسب تقرير الخبير انه ما عاملين شيء؟ ليه ما اخذتوا سبيلهم وقلتوا لهم انا سفر؟ انا بقول لانكم بعتوا خبير ثالث. حبيتوا التقرير الاول، بيجي الخبير الثالث بيعرف حاله باسم مزيف، انتحل صفة خبير. بعتوا واحد معه ناس امنيين، انتحل صفة خبير، سمى اسم خبير
هو خبير، بينما هو شخص منه خبير، هو خطير مش خبير. فات نهار واحد صور اخذ فوتويات بيزاج بمكتبة ارابيا. التقرير اللي اخذ معه الجماعة 3 جماع، هو طلع معه بنهار واحد ساعتين 3 كان طلع تقريره، عكس التقرير تبع الشباب الاولاني انه هن لا بيتلاعبوا بفوتوا على السيرفرات ومخلفين العقود مع كازينو لبنان في تبييض اموال بظرف 3 ساعات خلص. قل من بيك يا زلمه شو هو؟ اسرع من الاي اي، منتهى الصفه، اسرع من شات جي بي تي. النيابه العامه بتاخذ بالتقرير تبع اللي انعمل بالفوتوشوت، اما التقرير اللي انعمل بالتفاصيل ما عجبها ودعت على الشباب، حولتهم على التحقيق، خليتهم محبوسين وبلش اعلان. انا بس شفت رياض قبيسي طلع عم بيهاجموا الشباب قلت الله يسترهم عاملين لهم تركيبه، مطرح ما بشوف رياض قبيسي عرف انه في تركيبه. هيدي بكره مع الوقت حيصيروا يدرسوها بجامعات حقوق. عندما يكون رياض قبيسي في ملف فاعرف انه مركب، ابدا الله وكيلك. رياض والسعيدين تبع بيت الامين، بيت الامين خوجات كلهم، بس بكل عائله في سعيدين. انا ببيت حشش نحن في عنا سعيدين، بس السعيدين تبع بيت الامين هن موجودين بالجديد بيطلعوا بيتساعدوا مع رياض قبيسي. بيقوم هذا التحقيق بعين خبير جديد، وبناء على تقرير هيدا الخبير بيصدر قرار ظني جنحه مش جنايه. النيابه العامه بدها جنحه جنايه يعني يدفع عليهم بجريمه المرفأ، دعوا عليهم بكل شيء. النيابه العامه بينما قال التحقيق دعوا عليهم بجنحه. شو جنحه يعني؟ مثلا جنحه اذا بتقوس بالخردقه على لمبه البلديه بتكسرها، هيدي جنحه مثلا بتوقف لك يومين 3. صار لكم 3 اشهر حابسينهم الشباب احتياطي على جنحه. شو في؟ تعالوا قولوا لنا شو في؟ شو الموضوع؟ احكوا معنا بصراحه، هات لشوف شو هيدي الجنحه اللي بتوقفوا عليها 90 يوم؟ اي متى صايره؟ قالوا لا اي متى صايره بتاريخ القضاء اللبناني. لما حضرت بيت ارابيا على سوق الاونلاين كازينو لبنان، طريقتها بالشغل الدقيقه والنسب الارباح اللي بتعطيها للاعبين، بتعرفوا انتوا الكازينو شغلته يربح. اذا عالي بصير تسمع، صرت الناس تسمع. واحد فيش ب $100 بيت ارابيا ربح 12,000، واحد بكذا صار في مجريات الربح. بس اكيد الكازينو هو اللي بده يربح اخر شيء، نعرف كل واحد بيلعب بالقمار لازم يعرف حاله انه هو على المدى البعيد هو خسران. بس صار في اخبار الناس سمعناها كلنا، انتم ما سمعتوها؟ فات كايش على بيت ارابيا ب $500 ربحان 35,000، سمعناها كلنا، ما حدا قال لي ما سمعها. امبارح من يومين بالبترون فات واحد فيش ب $100 عند محل بلو امتياع اكوال حددي، ربح 24,000 هو واقف عند الزلمه وحضرتها انا مصورها، صار له امتي صاحبي فرجيني على فيديو. هيدي ما بتسمع فيها بحياتك بالسوق السوداء، ما بتسمع غير ناس خرب بيوتها. هو ما كان بيخرب بيوت، بس مثل ما قلت لكم في نسب. احتلت بيت ارابيا السوق، الدولة ممثلة ببيت ارابيا كتر خير الله، اكلت السوق كله. ارقام خيالية فاتت على خزينة الدولة. حجم مداخيل السوق السوداء كقطاع يعني مافيوزي بيبلغ $20 مليون مش بالسنة، بالشهر. $20 مليون قطعتون عن المافيا. انت بدك تسكر مزريب على المافيا، بدك تتعرض لكتير اشي حبيبي. منيح ما حدا مات هيني توقفوا، منيح مسيرة الدماء بالشوارع عم بتزق مسيرة المافيا. اتخن قاضي بيركعوه، او بيركب المصاري، او بيركب التهديد، او بيركب بملفات كامشين عليه. وخصوصي قضاة مثل قضاتنا هالبنان كلهم جايين من تعيينات سياسية، قضاة خرنكعية. وقفوا مدراء كازينو لبنان وبيت ارابيا، فلت ملق ورجع السوق السوداء. لا انا هون مثل العادي ما عندي غير شخص موثق فيه بهالبلد اللي هو فخامة الرئيس. بدي اتوجه لفخامة الرئيس. فخامة الرئيس، نحن متأملين بعهدك، ما تخلي الناس تعمل اشي من ورا ظهرك ويخبروك اخبار عزوقن. انا بطلب منك، انت زلمة قادر، انت زلمة انا بوثق فيك. ليش؟ مش لانه انت شاب حلو، انا بوثق فيك لانك انت اللي شلت الفساد بالمدرسة الحربية. كانت كل الضباط تفوت يا بالمصاري يا بالواسطة وكله بده يدفع مصاري. انت هيدي الشيء شغله نهيتها نهائيا وكل عام بتعرف، كل عام تشهد لك عليها. معناتها انت جاي زلمة تصلح، انت نفضت المدرسة الحربية. ولسبب تاني بكل بساطة، انك انت ما عملت ثروات. كل فترة ما بتوصل على قصر بعبدة ساكن بشقة متواضعة عليه مثلك مثل اي طبقة الوسطى. انا بوثق فيك. بتوكل الملف انت شخصيا يا فخامة الرئيس، يلي املنا فيك. وانا عملت لك غنية قلت لك املنا فيك وبعده املنا فيك. انتم امسكوا، ما تخليه يصير بعدك هذا. قد يكونوا ناس عم يستغلوا اسمك ويحكوا باسمك، ينتبه. يمكن ويمكن اسم غيرك، يمكن بخصوص مثلا
رئيس الحكومة. بس في ناس بيضلوا طالع عم يشتغلوا الموضوع، وأنا بعرف حقي بكل العالم، وأنا بعرف إنه أنت بتعمل أكثر. أنت إذا ابنك بيغلط بتكبه بالحبس. أنا عم بحكي شيء عناتي وبرهنت لكم ليش. هلا قتل قضائية، بتخلص القتل القضائية يستلموا القضاة معينين جديد. أنا قلت لهم كل قاضي بده يتلاعب بهالملف ويغلط غلطة بيكون قاضي فاسد، بيكون عنده تاريخ. كل قاضي بده يغلط غلطة بهيدا الملف ويفتري فيها ويتزعرن على هؤلاء الشباب اللي فيهم اثنين بيخصوني وكلهم اللبنانيين بيخصوني أنا، بدي انبش له تاريخه، بدي انشره على سطوح بيروت. مش وحدي أنا، اتفقت أنا وكذا حدا انفلونسر بالسوشيال ميديا، اتفقنا إنه هودي القضاة اللي بده يضلوا محبسين هول الشباب بدنا نجرسهم، نسحب له تاريخهم كلهم. يلا تفضلوا فخامة الرئيس.